أنا مش مؤمن بالحاجات دي، بس اللي حصل في بيت أم درمان خلاني أسيب كل حاجة وارجع مصر. كنت رايح السودان شغل 3 شهور. صاحب أبوي عنده بيت قديم في أم درمان، طلب مني أقعد فيه لحد ما يبيعوه. البيت كان فاضي بس نظيف وهادي بطريقة غريبة. بس أول ليلة وأنا نايم حصل حاجة غريبة. كان صوت زغرودة واحدة بس جاية من السقف. كلمت صاحب البيت وقلت له: يا عم الحاج، في صوت زغرودة بيجي من فوق البيت كل ليلة. الراجل وشه اتغير وقال: البيت ده بيت ست كانت بتولع البخور وتغني قبل جوزها ما يتقتل في السطح. من ساعتها وهو فاضي، بس ما تخافش، لو ما ردتش على النداء مش هيحصل لك حاجة. أنا ما رديتش، بس الليلة دي وأنا نايم حسيت بإيد بتمسح على وشي. كل يوم نفس الزغرودة، وكل مرة بتحصل بحس إنها أقرب وكأنها مستنياني أطلع. انت اللي كان عليك الدور. بعدها البيت اتباع، بس اللي سكنوا بعدي رجعوا وسابوه وقالوا نفس الكلام اللي أنا قلته بالحرف. لو سمعت صوت زغرودة في بيت فاضي وكل الناس بتقولك متخافش مفيش حاجة، هتكمل فيه ولا هتمشي منه؟ قول لنا رأيك في التعليقات، واشترك وفعل زر الجرس لمشاهدة كل جديد.